السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين ومتابعيني في الدنيا؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنطلع لك من بواقي الكيك حاجة عظمة في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين اهو، تحفة. وهنسهل على بعض كل حاجة النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا هستخدم الكبة هنزل فيها بالكيك المتوفر عندي، وطبعا هفرمه كده اهوت في الكبة، واحط معلقتين حليب، معلقتين سرب متوفرين عندك يطر لي بس الكيكة دي عشان اقدر اسكنها في القوالب الجميله ديت. تمام كده، شايفين عامله ازاي زي حبابات الرمليه بس طريه شويه. افضيها طبعا في البوله اهيت. بسم الله، شايفين جميله ازاي. عندي طبعا مربى، فاكرين اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في منتهى الجمالات، انا هستخدمها معاكم. ودي قوالب كده اهوت من ملتزمات الحلويات، ممكن تجيبها منه متوفره في السوق. هسكن طبعا فيها الكيك اللي انا فرمه في الكبه، واضغط عليها كده جامد. تمام اوي كده، واحط عليها معلقتين من مربى كده وافردها. شايفين جميله ازاي وريحتها بقى تحفه. تمام، هنزل بقى بالطبقه التانية برضو من الكيك وافردها كده واضغط عليها جامد اهوت. تمام اوي كده اهوت. هعمل بقى نفس الكميه ديت، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. انا طبعا عندي صوص شوكولاته وصوص فراوله متوفر، وعندي كده حبه كريم جانتي كده كانوا متوفرين عندي في التلاجة، هستخدمهم من الوصفه دي. انا هفرد طبعا بص اللي هو الفراوله دوت. تمام كده اهو، مش هنقف على اي حاجه، يعني اي حاجه وظفي بيها تبقى في منتهى الجمال. الوصفه جميله بصراحه ربنا وتحفه. هفرد طبعا صوص الفراوله زي ما انتم شايفين اهوت. عندي صوص شوكولاته برضو هفردها كده اهو، ما شاء الله عليها. وعندي بقى الكريم اللي هي الجانتي اللي هو متوفر عندي برضو، شايفين. تمام اهو كده، هفرد اهو. طبعا بقى احب الشكل كده اهوت، احط بقى خطوط كده صوص فراولة عليها على الكريمة جانتيه اهوت الكريمة. شايفين جميلة ازاي. طبعا العين بتاكل قبل البق. حاجة كده لفتات سهلة وبسيطة. شايفين جميلة ازاي، الله عليها تحفه بصراحه ربنا. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.